عمرك حسيت إنك متحمس تبدأ حاجة جديدة زي جيم، مشروع، أو حتى مذاكرة وبعد أسبوع تلاقي نفسك وقفت؟ الغريب إنك مش لوحدك، 90% من الناس بيعيشوا في الدائرة دي، بداية جوية، بعدين فتور، وبعدين استسلام، بس في 10% بيوصلوا للي نفسهم فيه. إيه الفرق؟ النهاردة هحكي لك 5 قصص حقيقية، كل قصة هتكشف لك ليه الناس بتفشل وإزاي تكسر الدائرة وتكون من 10%. خلينا نبدأ بأول عدو، التسويف. في جامعة ستانفورد عملوا تجربة اسمها اختبار المارشميلو. جابوا أطفال وادوهم قطعة مارشميلو وقالوا لهم لو استنيتوا ربع ساعة وما كلتوش هتاخدوا واحدة كمان. الأطفال اللي استنوا وكسبوا الاتنين طلعوا بعد سنين ناجحين أكتر في شغلهم وحياتهم. الموضوع بسيط، اللي بيتعلم يصبر ويتحكم في نفسه بيكسب على المدى الطويل. انت بقى كل مرة تقول هبدأ بكرة، انت بتاكل المارشميلو دلوقتي وبتخسر اللي جاية بعدين. نيجي للعادة التانية، المقارنة. فاكر أيام المدرسة لما كان في طالب شاطر جدا انت كنت تبص له وتقول هو عنده حاجة مش عندي، بس الحقيقة هو كان بيذاكر بالليل وانت نايم. ستيف جوبز قال كلمة مهمة: مقارنة نفسك باللي حواليك بتضيع وقتك. الحل انك تركز تبقى احسن نسخة من نفسك. انت مش شايف ظروف الناس، ممكن حد اهله ساعدوه، حد تاني تعب سنين، انت ليك رحلتك الخاصة. العادة التالتة، الخوف من الفشل. مايكل جوردن أسطورة السلة اتطرد من فريق المدرسة، المدرب شاف انه مش موهوب. جوردن رجع البيت قعد يعيط، لكن تاني يوم بدأ يتدرب بجنون والنتيجة بقى واحد من اعظم اللاعبين في التاريخ. الخوف طبيعي، لكن الاستسلام ليه هو الكارثة. نيجي للعادة الرابعة، غياب الهدف الواضح. واحد صاحبي اشترى اشتراك جيم سنة كاملة، راحوا اسبوعين وبعدين وقف. ليه؟ عشان ما كانش عارف عايز يوصل لايه. العلماء بيقولوا دماغك محتاج صورة واضحة لهدف. لو الهدف ضبابي هتزهق بسرعة. الحل بسيط، اكتب هدفك على ورق وحطها قدام. الهدف الواضح هو البوصلة اللي هتوجهك كل يوم. آخر عادة، البيئة المحيطة. في دراسة مشهورة على مدمنين المخدرات لقوا إن أغلب اللي بيرجعوا للإدمان بيرجعوا عشان رجعوا لنفس البيئة ونفس الأصحاب. الموضوع مش بس قوة إرادة، البيئة يا إما ترفعك يا إما تدمرك. لو أصحابك كسالى غالبا هتبقى زيهم، لو أصحابك مجتهدين هتتشد معاهم. زي ما بيقولوا أنت متوسط أقرب 5 أشخاص ليك. الخلاصة، النجاح مش ضربة حظ، النجاح خطوات صغيرة يومية، صبر على التسويف، تركيز على نفسك بدل المقارنة، شجاعة في مواجهة الفشل، هدف واضح، وبيئة تشجعك. النهاردة انت قدامك اختيار، تكمل زي ما انت وتعيش في الدائرة او تبدأ تكسرها بخطوة صغيرة. قول لي في الكومنت ايه اكتر عادة من الخمسة دي حسيت انها معطلاك، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان خطوتك الجاية تبدأ من هنا.